بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين في كل زمان وكل حين. محبي ومتابعي أبو الكباتن في كل مكان، تحية من القلب وحفظكم الله جميعا أينما كنتم، وكفاكم الله شر السوء والداء والبلاء والغلاء. مطلوب من حضراتكم يا جماعة الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك والشير، جزاكم الله كل خير. نبتدي منين ونروح فين؟ وجولة مع بعض كده عند النادي الأهلي أو ما حدث في النادي الأهلي ومقتطفات رياضية أخرى متنوعة. النهاردة في البداية بنقول للكابتن بيبو إنه كان وكالعادة الرجل المناسب دايما بيبقى موجود في الوقت المناسب. الكابتن بيبو كان موجود النهارده في استاد التتش اثناء تمرينة النادي الاهلي للدعم والمساندة بقوة. طبعا ده راجل لاعب كورة وفاهم التفصيلة الصغيرة بتفرق مع اي لعيب، فوجوده بيدي اضافة جديدة ودعم كبير جدا جدا ومعنويات عالية للسقف بالنسبة لاي لاعب في الفريق. طبعا وكان واضح من خلال اللقاءات في القناة والصور اللي بتتعرض ان يعني في نغمة فرحة كده، ومفيش تنشنة ومفيش حد متضايق، وضحك وفرفشة وهزار وكل شيء تمام التمام. هذا هو رئيس النادي اللي بيفهم اروح منين وادخل فين واتكلم امتى واظهر امتى وابعد امتى. بنشكر الكابتن بيبو كالعادة، وان شاء الله باذن الله هيكون موجود بمجلس الادارة كاملا على رأس بعثة النادي الأهلي اللي هتسافر للمغرب إن شاء الله يوم إن شاء الله عشان لقاء النهائي في كازابلانكا على ملعب مركب محمد الخامس يوم 11. خلاص كده، شكرا يا كابتن بيبو، دايما موجود في الأوقات المناسبة والتي تستدعي وجودك. في حاجة تانية برضو لازم ننوه عليها، إن شاء الله بمشيئة الرحمن زي ما قلناه مفيش داعي بقى للإحباط، مفيش داعي لنغمة الصعابة، ومفيش داعي لنغمة كانت في إيدينا، لا. ومفيش داعي بقى نقعد نقول التحكيم، صحيح التحكيم كان بايظ ورزل وربنا ينتقم منه قولا واحدا، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا شلماني الليبي، الحكم البارد الفاجر، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. وعلى فكرة في قولان وفي يعني ما نعرفش إذا كانت إشاعة ولا كلام مظبوط إن النادي الأهلي طلب تغيير الحكم الإثيوبي اللي هيعتزل على حسابنا في كازابلانكا في المغرب عند الأخ فوزي لجع اللي كان ادعى على قفاه مش عارف في 2017 ولا 2018. هيروح بقى ويصالح ويظبط ويقعد ويفرش ولوكندات بقى وفنادق وشغل عالي. الراجل ده ما نقدرش نلومه، اللي هو فوزي لجع ما نقدرش نلومه. هنلومه ليه؟ راجل بيحارب وبيعمل كل حاجه في سبيل ان بلده تبقى فوق، ياخد بطولات، بلده تخش كاس عالم، يستحوذ على بطولات افريقيه كونفدراليه، بيحارب. بس حربه بشكل مش يعني زي ما بيقولوا كده غير شرعي، مش حلال، مش بالاصول، مش بالجدعنه، مش بالعرق من تحت. ده شغل تحت الترابيزه، ده شغل سبوبه وحاجات كتير احنا مالناش فيها ولا الخطيب له فيها ولا نرضى بيها، ان احنا ندي او نعمل او نتصل او نتكلم او نهدد او الكلام ده مالناش فيه. انما هو له فيه قولا واحدا، له فيه واساليبه معروفه. واقوى واحد في الاتحاد الافريقي هو فوزي لجع، كل الاتحاد الافريقي تحت ايديه. واحنا عندنا هنا تجار خرده بسم الله ما شاء الله، ربنا يسامحهم. الاخ بتاع الجوابات اللي بتتحط في العطار، والاخ رئيس الاتحاد اللي ما نعرفش هو كان بيلعب ايه بالظبط، والدرندلي والحاجات اللي اتسربت والشكل والخناقات وكسر حقك واسكتي يا مش عارف يا فلان انت مش عارف ايه، شغل لا يليق بمصر ولا يليق بناس مسؤولة عن دولة بحجم مصر. أي والله
حاجه تضايق وحاجه تنرفز. انا نفسي اللي بيفهم حاجه يشتغل فيها، من الاخر كده. اللي يفهم حاجه يشتغل فيها، دكتور يشتغل دكتور، محامي يشتغل محامي. مش هجيب دكتور اقول له اطلع على السقف واشتغل نجار، ولا اجيب نجار اقول له اعمل لي عمليه زي ده. يا عمي ارجوكم ارجوكم، والله ما في احسن من التخصصات، هتريح، بتريحك ويبقى في نجاح. تلو نجاح، النجاح بيجيب نجاح. انما بالطريقه دي لا 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 لا. وبرضه قبل ما اخش لاي تفاصيل، احنا بمشيئة الرحمن كلنا ثقة في الله وفي عدل ربنا، وثقة في ال11 الراجل اللي هيكونوا في الملعب يوم 11 وهيجيبوا ال11. من الآخر 11 راجل أو مقاتل يفهموها زي ما يفهموها، يوم 11 عشان نجيب ال11 ونروح. وفيه حكايات وروايات حصلت قبل كده. هقول لك، احنا يوم 2006 في عهد الجيل الذهبي، ابو تريكه ومتعب وفلافيو وجمعه وغالي وعاشور ومعوض والدنيا دي، يعني الجيل الذهبي. 2006 تعادلنا هنا مع الصفاقسي 1-1. ورحنا هناك بهدف ابو تريكه العالمي اللي عالق في الذاكره مش هننساه ابدا، ولا المغاربه ينسوه، ولا مشجعي الصفاقسي بينسوه. بيعمل لهم ازعاج وفزع على طول، اللي في الدقيقه 92 وهبابه، وكانوا بيحتفلوا وخلاص وسقف وجري. وكان منهم من ضمنهم انيس بوجربان، محب الاهلي وعاشق الاهلي، حبيب الاهلاوي. وربنا سبحانه وتعالى العدل، ربنا اسمه العدل. فما نزعلش، ما نزعلش ابدا، ما نزعلش ابدا. وكان في 2012 مع الترجي 1-1 برضه، ورحنا جبنا البطوله. يعني تعادل 1-1، مش كنا فايزين، وجبنا البطوله من الترجي من تونس. لينا فيها حكايات في تونس، ولينا في المغرب حكايات. صفاقس في تونس برضه. فلازم يكون عندنا ثقه في لعيبتنا. انت فايز يا عم الحاج، يا جماعه احنا فايزين، احنا غالبين، احنا كسبانين، لا متعادلين ولا خسرانين. انا رايح فايز، انا البطل، انا الاهلي اللي الكل يعمل لي حساب. انا ما اعملش حساب لحد، انا الكبير، انا الكبير، سيد القوم، كبير القوم، سيد افريقيا بلا منازع، بلا منازع. رايح وغالي 2-1. اجري انت وحارب عشان تجيب جول. اي تعادل بالنسبه لنا 1-1 4 مش عارف كام، اي تعادل بالنسبه لنا البطوله بتاعتنا. اي نتيجه 4-2 3-2 مش عارف ايه بتاعتنا. هو لازم يسجل، واحنا هنديله فرصه يسجل باذن الله بمشيئه الرحمن. ما هيحصلش. ده هو جاب جون هنا يعني ايه، بهفوه، لحظه بنت ثانيه هفوه من علي معلول ومنعم، وجاب جون. ما كانش فيه تغطيه من ديانه. وحصل اللي حصل، مشيئه ربنا سبحانه وتعالى، قدر الله ما شاء فعل. مع الحكم الفاجر اللي عنده ضمير ولا كرامه، الليبي شلماني ولا اسمه شلقاني ولا اسمه ايه، ربنا ينتقم منه بحق جاه النبي محمد. الظالم، انا مش عارف الناس اللي بتظلم ليه يا راجل، يا راجل بتظلم ليه؟ ده انت الدنيا كلها سبت ولعنت فيك امبارح. خلاص قلنا 11 راجل، يوم 11 هنجيب ال11 بمشيئة الرحمن وبعدل ربنا. فإذا كان بقى النادي الأهلي نوى إن هو يبعت للكاف عشان يغير بملاك سيمبا اللي هو الأثيوبي اللي هيعتزل على حسابنا إن شاء الله، أو هيعتزل إيه ده، هو هيتظبط هناك في المغرب، وزمانه في المغرب من شهر فات، ومحجوز له ومتظبط له والدنيا متظبطة في كل حاجة. هيبدأ يغير، سمعنا إنه هيجيبوا جوميز أو يغيروا، ما نعرفش، الله أعلم. إحنا ما نصدرش للعيبة على السوشيال ميديا ان الخوف من الحكم. لا خلاص، انا شخصيا عملت فيديو ان انا خايف من الحكم، وخلاص ننسى بقى النغمه دي خالص. ما عدناش نجيب سيره لا حكام ولا كاني ولا من. احنا عايزين انتوا 11 راجل وقدها وقدوه، وهتجيبوها بمشيئه الرحمن بعون ربنا.
وبالعزيمه، رجاله وقدها وقدوم، وانتوا عارفين انتوا بتلعبوا لمين ولابسين تيشيرت مين، وهتيجي باذن الله. ووش السعد معاكم، رئيس البعثه رئيس النادي معاكم، وكل مجلس الاداره معاكم، وملايين هنا معاكم وفي ظهركم. لا خوف، لا قلق، لا عصبيه، لا نرفزه، لا ضغط، لا اي شيء. هم اللي هيبقوا مضغوطين. فرقه المغرب هي اللي هتبقى مضغوطه وهتتصربع، وعايزين يجيبوا هدف في اي وقت، ويجيبوا في اي وقت، فهيدوك مساحه. هيبقى عندهم عشوائيه في الشغل، لانه هيهجم. ما هو مش معقول هيلعب على تعادل او ايه او اي نتيجه تانية. هو الفوز هيوصله، لو ب1-0 هيوصله. فهيحارب ان هو يسجل هدف، وانت تحارب انك تجيب هدف. لو جبت هدف قتلت الليله كلها، ضاعت الدنيا خلاص عليهم، وعملت لهم ارباك وخلاص، والدنيا باظت. فاحنا ليه ما نسجلش؟ ده هو سجل هدف بالعافيه في سيمبا على ارضه، او مش، وتعادل مع سان داونز، يعني فرقه محظوظه. هو عمل ايه؟ يمكن الكره اللي جت في الشوبير اللي صدت في العرض دي كانت الهجمه الصعبه اللي كانت فيه، والكره اللي هي اللي فلتت من معلول وتواطأ فيها معلول وجت للواد على المنطقه حطها في الجون. لا كان فيه تصويبه ولا كان فيه خطوره هجوميه تتكلم فيها ولا اي حاجه. فرقه متواضعه جدا جدا. واحنا الاهلي مليون مره، احنا الاهلي، احنا الاهلي، تمام. اللي بقالنا يا جماعه ننقل بقى على ايه؟ القناه المعروفه، قناه الزناطيه. اذا كان الاعلام اللي هو المسؤولين عن الاتحاد الاعلام، الاخ كرم جبر ورفاقه، ما بيشوفوش وما بيسمعوش وما بيشموش وما بيقروش اللي بيحصل على قناة الزناطير، والكلام والقرف والفتنة والعصبية، شغل الزبالة، يعني زبالة ما يتقالش على أي قناة محترمة. يا راجل يا راجل اتق الله أنت واللي معاك. أنا بكلم فطوطة يا إلا أنت بتيجي بتقول لك بتيجي مع المغرب على حساب الفريق الأهلي اللي بيمثل مصر، وزعلان ومتضايق وقرفان. اتضايق وزعل يا اخي، انت ما بتحسش؟ لا انت ولا اللي موجودين في القناه. ده انتوا يا راجل عمال تلف وتدور كعب داير على فرق افريقيا كلها. لبست فانيلات وتيشيرتات فرق افريقيا كلها، كعب داير عشان بتشجع اي فرقه تلعب معانا او تلعب ضد بتشجعها، كعب داير. طب انت فين؟ خلي لنفسك كرامه، اسم وجودك عشان الناس تشوفك وتعرفك، مش لب 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 وانت مش حاجه خالص. ده انت ده احنا بنتكلم، انا بكلمك يا دي الا انت يالا فطوطه، انا بكلمك كاهلاوي وبقول لك انا الاهلي اللي 7 نهائيات افريقيا، ابطال افريقيا 6 و4 على التوالي، بوصل ل6 مرات او 7 نهائي، ومنهم 4 على التوالي، وانت بتتفرج عليا وبتشجع اللي بيقابلني. مش تحاول تجتهد عشان تلعب معايا. ده انت حتى الكونفدراليه بقيت حصان. ده انت اللقب الشهير بتاعك وصفتك المعروفه بقاره افريقيا كلها انك حصلت افريقيا. وبتتبسط لما في الدوري لما حد يجيب جول، او بتتعادل عشان تتمسك في الرابع او الثالث في الدوري. شوف انت في الدوري بتتبسط لما يجيب جول ولاعيب من عندكم يقعد يبص في التيشيرت وانا نمبر 1 نمبر 1. ايه يا حزين يا كالح يا اللي ما بتحسش، اللي ما عندك دم. انت نمبر 1. امال اللي بيلعب افريقيا ده في ايه؟ امال اللي كان بيلعب امبارح ده مين ومصر كلها بتتفرج عليه ومشرف مصر كلها، وغالبين مش مغلوبين ولا متعادلين. اعمل لنفسك كرامه عشان الناس تشوفك وتعرفك. احنا 4 على التوالي نهائي على التوالي، و6 وصلنا نهائي، و10 ابطال افريقيا. انت من 20 سنه او 22 سنه ما شفتهاش ولا شميتها ولا تعرف عنها، بتشوفها وتسمع عنها لما تتفرج علي انا وبمثلك. المحترمين المصريين المحترمين اللي زيك لا، اللي زيك لا. دور انك تفتح حساب. عمرو اديب فرحكم، وساسي فرحكم،
عمرو اديب والسيد المحترم سليمان وهدان، يعني فضح، نشر الغسيل كله، وانتوا ما عندكوش ذره كرامه، ما فيش وقفه، دمكم بارد خلاص، ما فيش، لا تستحي. وفعلا ما هو ما فيش محاسبه من الاعلام، ما هو ما فيش، ولا من الناس المسؤوله في البلد. من امن العقاب اساء الادب. طالما انني ما فيش حد بيحاسبني وما حدش بيعاقبني وبيقول وبيديني ويقول اللي انت عايزه الا ادبك والسفاله وقله الادب، وما بحاسبنيش منها، هفضل اقول كده ورطرط كل يوم واعمل فتنه هنا واقول ان المغرب والاهلي وما كانش ينفع. انت مالك؟ انت مالك؟ يا تقول كلمه حلوه يا تسكت وتتكتم، ما اسمعش صوتك، لانك انت اصلا مش حاجه، مش مشرف البلد باي حاجه، لا كرويا ولا اخلاقيا ولا حتى اقول لك ايه اعلاميا. فانا مش هكتر، انت خدت اللي في النصيب كده تمام التمام. تمام. فاحنا يا جماعه مش عايزين نصدر للعيبه ان احنا خايفين، لا احنا ما بنخافش. الاهلي ما بيخافش، الاهلي ما بيخافش قولا واحدا، وهنشتغل شغل 10/10. كولر لازم يهتم كويس قوي بالتسديد من خارج الصندوق، قلناها مرة واثنين وعشرة. ولازم التغييرات إذا في لا قدر الله شيء، لازم التغييرات تكون موجودة وبدري، ما تشلناش يا عم الحاج. ما حدش يقول مش وقت، لا وقت ونص. الكلام ده بقى يوصل له ما يوصلش، المهم ان احنا نقول اللي احنا شايفينه. كولر اخطأ زي ما معلول اخطأ ومنعم اخطأ. ومنعم يا منعم احنا اللي رفعناه كلنا نفخناه وقلنا ده ستايل واوروبي ومش عارف ايه، والثقه زادت عندك على الاخر. انا ما بقطعش، لا، انا لولا خوفي على فريقي وعلى واهلاويتي وعلى الفرقه كلها، ولادي او اخواتي كله. فلازم تشتغل على نفسك وسيبك من الثقه الزايده. الثقه الزايده يعني بقول لك ايه، من زاد عن حده وقلب ضده، وقد كان امبارح حته سنه زياده، ثقه زياده ودتنا جابت جول. غير كل الحسابات بعد ما كانت 2-0 وزقطت و100 110/10. هتروح هناك هتعمل لهم قلق، لا جابوا جول، الدنيا اتعقربت تاني والصعابت. مش هقول لك ما صعبت، لا صعابت. تمام. ما حدش يقول انت بتقول وتعيد على نفسك ان انت ما تقولش كذا، لا، لازم نفهم الناس، لازم الناس تعرف ان احنا كنا فين وغلطه ودتنا لفين، عشان ما تتكررش. ما فيش سرحان، ما فيش توهان، تركيز عالي جدا جدا. خلاص انا بس حبيت اطلع لان يعني ما ينفعش انا كل يوم نطلع نتكلم ونقول كده. لما ان شاء الله الرجاله هتروح ال11 اللي هيبقوا في الملعب، ويوم 11 وهيجيبوا ال11 باذن الله بمشيئه الرحمن. ال11 اهلاويه. الاميره السمراء راح سكنها، هتتزفل سكنها في الجزيره، شارع 3 شارع صالح سليم بالجزيره، مكانها الرسمي، بيتها الاصلي، دارها ودورها مع احبابها. هي نفسيتها بترتاح هنا يا جدعان، بتعقربوها ليه؟ بتصعبوها ليه؟ بس هي اذا ما اتصعبتش ما تحلوش، صعوبتها بحلاوتها او حلاوتها بصعوبتها. تمام. ودايما الاهلي بيصعبها عشان يعرف يثبت لنا ان الاهلي ما عندوش مستحيل. الاهلي لا يعرف المستحيل. الاهلي بيكسر اي حاجه على صخره التحدي وعلى صخره الطموح بتاعنا احنا، مش بتاع بيراميدز. الاهلي بيكسر اي حاجه على صخره التحدي والمرجله والجدعنه. الرجوله بتبان في الملعب، الشهامه، ولاد البلد اللي على الحق، اللي عارفين ان وراهم ملايين مستنيين فرحه. انتوا اللي بتفرحونا، وانتوا اللي بتسعدونا، وانتوا اللي بتدخلوا الفرحه في بيوت المصريين كلهم الغلابه. ومعظم المصريين اللي بيشجعوك غلابه وشقيانين، محتاجين فرحه. يقعد في القهوه يسقف ويهيص ويرقص من ضغوطات الحياه وظروف الحياه. لازم تعرفوا الكلام ده كويس. انتوا عندكم رساله قويه بتدخلوها جوه بيت كل مصري محترم شريف بيخاف على بلده. ان شاء الله
مربوحه باذن الله بمشيئه الرحمن. هنسجل في قلب كازابلانكا وعلى ارض ملعب محمد الخامس باذن الله، مركب محمد الخامس. والله 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 ثقه في الله وفي اللعيبه. هنسجل في هناك، وهم صعب جدا انهم يسجلوا، سواء بشوبير او الشناوي او علي لطفي، كلهم عندنا سواسيه. وباذن الله يعني الشناوي هيكون موجود يعني بنسبه كبيره جدا، خبره وبيعمل لهم قلق. خد بالك وجود الشناوي تحت الثلاث خشبات بالنسبه للمنافس بيعمل لهم قلق، بيخافوا بيخوف، وشخصيه تحت شخصيه قياديه في الملعب هو وعلي معلول. ان شاء الله بتاعتنا هنجيبها ونرجع، وهترجعوا منصورين ومجبورين الخاطر باذن الله، وبيبو هيرجع مجبور الخاطر باذنك انت يا رب، باذنك انت يا رب. وان شاء الله في النهايه بقول لكم الواحد تعب وهبط، بقول لكم ان الاهلي تاريخ ومبادئ وتطوير، ومش عايزين اي كلام من الزناطير، وهقولها 100 مره من الزناطير. اللوك خف شويه، لان هنطلع نرد عليك، هنرد عليك زي باسلوبك، لان طالما ان مفيش عقاب احنا هنرد عليك، وكله ايه يسلم على كله. وتصبحوا على خير. سلام.